حرفيا وبدون مبالغة الوصفة اللي كل ما حد ياكلها عندي لازم قبل ما يمشي يكون عارف الطريقة بتاعتها، متميزة فيها بفضل الله. أصل الصينية دي جامعة كده بين أكتر من حاجة، سهلة وبسيطة بدون تعب ولا مجهود، وفي صينية واحدة وبدون ما تسلقي اللحمة هتطلعي معاكي صينية بطاطس أحلى من الكتاب ما بيقول. بطاطس متماسكة مش متكسرة ولا مهرية، ودايبة زي الزبدة، ولا اللحمة متبلة على وش الصينية ومشوية مع شوية صوص كده يتاكلوا قبل البطاطس واللحمة، متسبكة صح، معمولة بطريقة صح الصح. هتدوقيها كده وتحسي بطعم صينية البطاطس واللحمة بتاعت زمان. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. خدي أول سر في صينية البطاطس اللي باللحمة المتبلة. معايا بصلاية كده متوسطة، بدأت إن أنا مقطعاها شرايح أو جوانح. حباية كمان متوسطة من الطماطم مقطعاها شرايح كده أو حلقات كده، وقطعت كل الحلقات دي بالنص. حباية برضو من الفلفل الأخضر مقطعاها، الفلفل بيبقى حلو جدا في صينية البطاطس. حابة تحط لها فلفل حامي كله حسب رغبتك. معايا فص واحد مفروم من الثوم، وبدأت إن أنا أتبل الخضار ده بنص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة ممسوحة من السبع بهارات أو توابل اللحمة، ورشة بسيطة جدا جدا من القرفة، رشة كده بين صوابعك من القرفة، يعني أقل من ربع معلقة صغيرة. أدعك بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، ودي التكاية اللي بتفرق بين أكلك وأكل أي واحدة تانية، النفس كده زي ما بنقول. ادعكيها كويس جدا لغاية ما ريحة البصل والتوابل وكل حاجة تبقى مع بعض. خلي بقى الطبق ده على جنب وحضري معاكي الصينية اللي انت هتشتغلي فيها. معايا هنا اللحمة، استخدمي أي قطعية انت بتفضليها. أنا بفضل قطعية الموزة فهبدأ إن أنا استخدمها. حطيت معايا في الصينية كده شوية صغيرين من الزيت، قطعة من الزبدة أو السمنة، وممكن تشتغلي بالزيت أو السمنة بس كله حسب رغبتك. ضفت حوالي معلقة صغيرة كده من السمنة. الصينية تسخن كويس جدا، المادة الدهنية تسيح معايا كويس قوي. في المرحلة دي أبدأ بقى إن أنا أنزل باللحمة عندي بالشكل ده. انزل اللحمه على نار عاليه، عايزه المسام بتاعتها تقفل علشان من جوه تفضل محافظه كده على العصاره بتاعتها، واللحمه تكون طريه ودايبه كده من جوه. هبدا ان انا انزل اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي قطعيه لحمه متوفره عندك استخدميها، لحمه ضاني، لحمه مكعبات، بتلو، اي لحمه مفيش اي مشكله خالص. كان عندي قطعه كده من الدهون برضو حطيتها معايا. وانا بشوح اللحمه هبدا ان انا اضيف لها رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود، واحط لها كمان رشه بسيطه من القرفه، ورشه بسيطه من الحبهان وورق اللوري المطحون. الرشه البسيطه دي عارفين كده رشه بين صوابعك، وابدأي ان انت شوحي اللحمه على كل جنب. حابه تحط لها رشه من السبع بهارات او توابل اللحمه مفيش مشكله. لما اللحمه تاخد لون من الجنب ده ببدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني. عايزة اللحمة تاخد لون حلو جدا جدا من الجنبين، وكأنها كده اتحمرت بمعنى أصح، هو ده اللي احنا عايزينه. لما اللحمة توصل معاكي للون البني المكرمل، في المرحلة دي هي جاهزة عندنا. زي ما قلتلك ولا هنسلقها ولا هنعملها على خطوتين ان احنا نسلقها وناخدها بعد كده نحطها في صينية بطاطس. بصراحة الطريقة اللي بعمل بيها دي بيكون فيها طعم من الأول للآخر كده، بتكون رهيبة. لما اللحمة خلاص اتشوحت معايا من الجنبين هبدأ ان انا افضي كده مكان في النص، وفي الدهون بقى اللي نازلة من اللحمة والريحة الخطيرة دي انزل معايا بالخضار اللي انا مجهزاه في الاول. الخضار المتبل اللي دعكاه كله مع بعض كده والبصل، الريحة يا جماعة في منتهى الطعامة. قلبي بقى البصل في شوية الدهون الحلوين اللي نزلوا من اللحمة، وشوحي اللحمة مع الخضار ده كله مع بعض كده. لك أن تتخيلي الريحة في المرحلة دي عاملة ازاي. بعد كده هبدأ ان انا انزل معايا بمية مغلية. مية مغلية علشان تسوي اللحمة بعد التشويح ده، ما ننزلش معانا بمية باردة. هنحط مية مغلية لغاية ما نغطي اللحمة عادي جدا، وكأننا يا جماعة هنسيبها لغاية ما تستوي عندنا. أنا بسويها حوالي 90% كده من التسوية، يعني بحط المية لغاية ما تغطيها وأغطي الصينية وأسيبها على نار عالية. لما اللحمة بقى تبدأ إن هي تغلي بهدي النار لغاية ما اللحمة تستوي عندي 90% كده من التسوية. تعالوا كده نبص عليها، خلاص هي خلاص يعتبر استوت، لسه لها تكة بسيطة كده هنكملها مع البطاطس. هبدأ دلوقتي إن أنا أضيف لها الملح، لأن إحنا ما كناش لسه ظبطنا الملح بتاع اللحمة. هحط الملح بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وأقلب الكلام ده كله مع بعض، تاخد غلوتين 3 في الملح، وكده هي تمام جاهزة. حابة تنزلي بالبطاطس كده
في قلب اللحمة مفيش مشكلة. انا بحب ان انا اشيل اللحمة اخليها على جنب دلوقتي، واحط البطاطس والطماطم وكل حاجة والصلصة، وابدأ في الاخر ان انا ارص معايا اللحمة على الوش، بحيث لما تدخل الفرن اللحمة هي اللي تبقى مشوية معايا على الوش. طلعت بس اللحمة على جنب وفي مكانها بقى، والبهاريز وكل حاجة اللحمة استوت فيها. بنزل معايا بحوالي نص كيلو من الطماطم المعصورة ومتصفية كويس من القشر والبذور. نزلت بالطماطم، وفي المرحلة دي مقطعة معايا بطاطس، أي كمية انتي حباها من البطاطس. بطاطس مقطعاها بسمك متوسط، ولا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة قوي علشان ما تتهريش وتتكسر عندنا. بنزل بقى البطاطس زي ما انتوا شايفين كده في قلب الصلصة. حطيت حوالي كيلو من البطاطس، وكان معايا حوالي كيلو الا ربع كده من اللحمة. بقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وتشوفي التوابل بتاعتك. حابة تظبطي لها الملح شوية، رشة فلفل اسود، رشة قرفة، رشة توابل لحمة، اللي انت حابة تظبطيه مفيش اي مشكلة. حابة تستغني عن اي حاجة وتظبطي الملح بس بعد ما ظبطنا الطماطم، كله حسب رغبتك. هقلب الكلام ده كله وادوق الصلصة، كل حاجة تمام ومظبوطة عندي. ابدأ بقى في المرحلة دي ان انا ارص معايا اللحمة. زي ما قلت لكم اللحمة يعتبر شبه مستوية خلاص. احط بقى اللحمة معايا على الوش بالشكل ده، بحيث الصينية لما نسويها اللحمة هي اللي تكون مشوية معانا على الوش. تعالوا دلوقتي نحط اللحمة بالشكل ده. انا بالنسبة لي هقولك على الطريقة اللي انا بفضلها في التسوية، وهقولك على اكتر من طريقة. انا بحط اللحمة على الوش بالشكل ده، واسيبها تاخد غلوتين 3 بالظبط معايا على البوتاجاز من فوق. بعد كده ببدأ ان انا اطفي النار من فوق وادخلها معايا الفرن. بدخلها معايا بالشكل ده على فرن سخن على درجة حرارة 200. بحط لها بس معلقة سمنة كده على الوش، وادخلها على الشبكة على درجة حرارة 200. تقعد حوالي 35-40 دقيقة لغاية بس ما البطاطس تستوي عندي. ابدأ ان انا اقفل من تحت واشغل لها الشواية مع المتابعة على خفيف كده، اللحمة تاخد اللون الحلو ده من فوق. طب لو انتي مستعجلة تقدري تسيبيها تكمل التسوية بتاعتها بالكامل على البوتاجاز من فوق، ولما تستوي تماما البطاطس واللحمة طبعا هتكون دايبة وحلوة قوي، في المرحلة دي بتطفي البوتاجاز خالص من فوق، وتبدأي ان انتي تدخليها معاكي تحت الشواية فقط، اللحمة تاخد لون حلو زي ما انتي شايفة. عندك الطريقة دي والطريقة دي. انا بالنسبة لي بفضل ان انا اكمل التسوية في الفرن، بصراحة طعم الفرن بيدي للاكل حاجة تانية خالص. لما تاخد لون بقى ببدأ ان انا اخرجها من الفرن، وشوفوا لي يا جماعة الجمال. لحمة متبلة مشوية خطيرة على الوش، ما تتقارنش ابدا بصينية البطاطس اللي باللحمة المسلوقة. بطاطس دايبة زبدة، مش متكسرة، ماسكة نفسها، فيها بقى شوية صوص كده مع الخضار المتبل اللي عملناه في الاول. مش قادرة اوصف لك الطعامة. بصوا كده حتة اللحمة دايبة ازاي، رهيبة، مع شوية رز بشعرية، طاجن رز معمر أو رز أبيض، وبألف هنا. جربوا الطريقة دي وما تنسوش تدعولي. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.